وزير الدفاع ورئيس، جيبوه رئيس ويبقى هو وزير الدفاع، لكن يقدم صلاحياته، صلاحيات وزير الدفاع خرج آنذاك مرسوم يستطيع الناس أن يعودوا له في 94، يمد صلاحيات وزير الدفاع، أغلب هذه الصلاحيات يمدها للعماري لقائد الأركان، بشرط أن قائد القوات البرية يكون من ضباط لايلان أو من كبرانات لايلان. قايد صالح كان كبران التحق بالثورة في 1960 أو 1961 ككبران عارف. وكان هو أفضل ما هو موجود آنذاك، فوقع بيناتهم توازن، زروال يصل للرئاسة ويحتفظ بوزارة الدفاع، العماري يكون هو رئيس هيئة الأركان مع امتيازات وصلاحيات وزير دفاع أغلبها في يده، ويعين هو القادة ويعين، بشرط أن قائد القوات البرية يعين زروال ويكون من ضباط لايلان، وهذا اللي كان، أو من صف ضباط لايلان، وهكذا عين قايد صالح. العماري كان يكرهه كراهية شديدة، ما يتحملش القايد صالح. العماري من الاستئصاليين من كبرانات فرنسا، حتى ال 61 هو يقاتل بجيش فرنسا، وكان يريد أن يقضي على كل ضباط وصف الضباط اللي كانوا في جيش التحرير سواء ملاح أو قباح، فما قدرش يطيح به لأن هاو فيه اتفاق. لما راح زروال وجاب بوتفليقة قال لك خلي نستنى، هاو جايه لا روتريت نتاعو في 62 سنة نطردو. لكن لما جات بوتفليقة لعب اللعبة هذه. لماذا جاء مرتين التقرير؟ في الحقيقة العماري ما أرسلش تقريرين، أرسل تقرير واحد. بعثوا لهم التقرير للرئاسة، بوتفليقة واش دار؟ قال السكرتير تاعو، قال له بعد أسبوع أو قال له قول لهم باللي راكم التقرير اللي بعثتوه لنا على تقاعد الضباط بما فيهم قايد صالح، لأنه التقرير كان فيه مجموعة من الضباط على رأسهم قايد صالح، رانا ما عرفناش وين راه ضاع منا، ممكن رميناه قطعناه او واحد كاش موظف قطعه او ما شافوش او. فعاودوا بعثوا لنا التقرير، ولذلك تقرير فيه مرتين الختم نتاع البيرو دوردر. في كل وزاره في كل مكان كاين حاجه يسموها البيرو دوردر، اي المكتب اللي تدخل له اللي تجيه الرسائل وتخرج منه الرسائل. والمكتب هذا واش فيه؟ دائما فيه الطابع وفيه التاريخ. وكانت حيله من طرف بوتفليقة باش يظهر القايد صالح بأن العماري راه يصر. الحقيقة العماري أرسل تقريرا واحدا مرتين وليس تقريرين مختلفين. وهكذا بدأ يتلاعب بوتفليقة بالجنرالات. لما سقط العماري بعد أن اتفق بوتفليقة مع وتوفيق خان العماري في العهدة الثانية، لأن العماري كان يقول بوتفليقة ما يفوتش العهدة الثانية نهائيا. لما توفيق خان العماري واتفق مع بوتفليقة بشروع عهدة ثانية، العماري كان يريد أن يأتي بنفليس. لما ما فاتش بنفليس، بالعكس دا 6% وبوتفليقة دا 83 ولا 84%، 85%، يعني كانت هزيمة كبيرة للعماري. فمعناها يومها كان لاعب علي يجب أن يستقيل، واستقال. أقال بوتفليقة مع 20 ضابط من كبار الضباط. عماري مات وهو مخنوق بالطريقة اللي طرد منها من الجيش، لأنه بعد ما طرد بداوا يضغطوا عليه. من بعد يضغطوا عليه في واحد الشركات كانت عنده، في أموال كان مهربها، كانوا يضغطوا عليه. ما سجنوهش، أنا ذاك مازال توفيق هو اللي خطط. توفيق ما كانش يسجن الجنرالات، يضغط عليهم غير بالهدوء. هذه الأشياء كلها يعرفها شنقريحة. شنقريحة كان عايش في بشار كأنه سلطان، كأنه أمير. تعرف ليلة وليلة السكرات والنساء عزكم الله والمخدرات والفساد، وفساد عارم. بصح كان يشوف واش راه يصرى والحكايات بيناتهم، واش صرا وهذا واش دار لهذا والاخر الى اخره. فشنقريحة واصل الى نتيجة، وهو ان تبون يكون معزول داخليا وخارجيا. داخليا معزول عن القوى العسكرية
والمحيطين به ماذا به حتى يكون مخترقهم. وخارجيا استطاع شنقريحة أن يكسر العلاقات ما بين تبون وماكرون.